ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه حلوه قوي، وهي بسكوت بالشوفان بس خطير. وبعدين عاملينه من غير لبن ومن غير سمنه ومن غير بيض، بس هيطلع معاكم بسكوت حكايه احسن من اي بسكوت انت بتشتريه من بره. انا هنا عملته بالفانيليا وبالشوكولاته. عايزه اقول لكم ان اللي بالشوكولاته ده طلع تحفه، كمان عجب الولاد اكتر من اللي بالفانيليا. فانتوا برضو ده يرجع لكم، اللي حابين تعملوه تمام، اذا كان بالشوكولاته او بالفانيليا او من ده ومن ده زي ما انا عملت. وهنحط جواه شويه شوفان، فهيبقى مشبع للولاد وهيغذيهم وهيبقى لطيف خالص معاهم. والمقادير بتاعته سهله، وزي ما قلت لكم ما فيهاش لخبطه كتير، فمش هتلخبطكم ولا حاجه، المقادير سهله وجميله. فيا رب الفيديو يعجبكم ولما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتكتبوا لي تعليق جميل منكم. وان شاء الله الوصفه تعجبكم، بس مش على الخطوات بالظبط. بصوا المقادير بتاعتنا، هي كيلو من الدقيق، هنحط عليه كوبايتين من الزيت. انا هنا كنت جايبه نوع دقيق جديد، فقلت ايه بلاش احط كوبايتين عشان ما يبقاش الزيت كتير، اجرب الاول بكوبايه ونص. فحطيت الاول كوبايه ونص، بس لقيت ان العجينه لا عايزه شويه زيت تاني، فحطيت نص الكوبايه التانية على مرتين. فانتوا الاول هتجربوا بكوبايه ونص لو نوع الدقيق مش بتستعملوه على طول، ومش عارفين هيشرب دول. فالاول جربوا بكوبايه ونص من الزيت، وبعد كده لو حسيتوا ان هو لا العجينه ناشفه محتاجه شويه زيت هتحطوا ايه بقيه الزيت. فهنا انا حطيت كيلو دقيق كنت نخلاه كويس، وحطيت عليه كيس البيكنج باودر، وحطيت كمان عليه آه، الدقيق والبيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض وركنتهم. وجيت في الخلاط حطيت كوباية ونص من سكر البودرة. لازم يكون سكر بودرة عشان ما يبقاش محبحب في البسكوت وتحسي بطعمه. وطبعا انتوا لو حابين ان انتوا تخلوه سكر اكتر تمام مفيش مشكلة، عايزين اقل مفيش مشكلة. بس انا لما حطيت كوباية واقل من نص كمان، يعني حوالي كوبايه وربع، عايزه اقول لكم طلع حلو جدا وطعمه حلو، مش اللي هو طعمه حلو مش وحش يعني مش ماسخ، لا طعمه حلو، بسكوت طعمه حلو. فطبعا دي ترجع لذوقكم، بتحبوا الحاجه مسكره قوي هتحطوا كوبايه ونص، بتحبوا الحاجه مظبوطه هتحطوا كوبايه او كوبايه وربع. تمام. فانا حطيت في الخلاط الزيت، وحطيت السكر البودرة، وحطيت عليه 2 باكو فانيليا عشان تدي ريحة حلوة للبسكوت. تمام. وحطيت ذرة ملح صغيرة، وضربتهم في الخلاط كويس لحد ما السكر البودرة داب مع الزيت. هتلاقوا لونه بيض كده، وبقى ليه قوام كده حلو. هنيجي بقى في الطبق اللي احنا حاطين فيه الدقيق وحاطين فيه البيكنج باودر، وهنحط فيه كمان الكيلو الدقيق بياخد كوباية نشا. كيلو دقيق حطيت له كوباية نشا، برضو النشا بننخله مع الدقيق. فهنحط كوباية النشا وهنقلبهم مع الخليط اللي احنا ضربناه، اللي هو الزيت والسكر البودرة والفانيليا وذرة الملح، وهنقلبهم كويس مع بعض. هتبص تلاقي العجينة اولا احنا مش هنعجنها، احنا يدوبك هنلم العجينة على بعضه، مش هنعجنها عشان البسكوت يبقى بسكوت مقرمش، ما يبقاش عامل زي العيش. فاحنا مش هنعجنها، احنا يدوبك هنلم الدقيق مع الزيت والسكر، هنلم بس العجينة بايدينا. هتبص تلاقي العجينة في ايديكي ناعمة وجميلة. هت هتعرفي ازاي اذا كانت العجينه كويسه او لا، ان انت هتاخدي حته وتكوريها في ايديكي وتضغطي عليها بايديكي. لو لقيتيها ان هي بتشقق، يبقى العجينه لسه محتاجه سوائل، هتضيفي لها مثلا يا اما شويه ميه صغيرين دافيين، يا اما هتضيفي لها شويه زيت تاني. لو لقيت العجينة لا خفيفة هتحط لها شوية دقيق، طبعا ده بيرجع للدقيق اللي انت بتستخدميه، كل دقيق بيختلف عن النوع اللي التاني. فانت هتستخدمي وتشوفي، المهم العجينة في ايديكي ما تبقاش بتلزق وما تبقاش بتشقق، لما تيجي تكوريها وتدوسي عليها ما تبقاش بتشقق. تمام كده تبقى العجينة معاكي ناجحة وزي الفل. هتجيبي بقى يا ستي كيسين تلاجة عاديين خالص، هتفرديهم على الرخامة وتحطي عليها جزء من العجينة.
وتفردي وتحطي كيس تاني وتفردي العجينه. هتفرديها بسمك بسيط عشان هي احنا حاطين لها بيكنج باودر، فلما تخش الفرن هتعلى سنه، فانت هتروحي حطاها تفرديها بسمك نص سنتي مثلا، نص سنتي مش كتير. وبعد كده بأي قطاعة عندك، بأي رسمة عندك، لو ما عندكيش قطاعة هتعملي زي ما انا عملت في الفيديو بكوباية، بالكوباية يكون سنها حامي وتقطعي بيها. هنا بقى انا عايزة احط شوفان، فحطيت شوفان على الوش. بعد ما فردتها رحت حاطة شوفان على الوش، وجبت خلة سنان وخرمت البسكوتة عشان البسكوتة ما تبقاش عاملة زي الفينو كده ومنفوخة عالية، لا تبقى مقرمشة وناعمة وهشة وحلوة جدا. ورحت مخرماها ورحت حطاهم على ورق الزبدة في صينية فيها ورقة زبدة. تمام، دي طريقة. طريقة تاني ان انتي طبعا العجين اللي احنا مكان ما قطعنا اتبقى عجين، العجين ده عليه شوفان، فرحت انا بقى عجنته تاني، لميته على بعضه بالشوفان اللي لميته تاني على بعضه بالشوفان اللي فيه، ورحت فرداه تاني وقطعت تاني فبقى الشوفان جواه. تمام، فقلت خلاص انا هخلي الشوفان من جوه احسن، بحيث ما يبقاش على الوش بس، لا كمان يبقى على الوش ويبقى من جوه العجينه. فالحته اللي كانت باقيه التانيه انا حطيت عليها شويه شوفان ورحت لماهم على بعض، بحيث ان الشوفان بقى جوه البسكوته، ولما تيجي تاكلي الشوفان ما يقعش من الوش، لا يبقى الشوفان جوه البسكوته نفسها فيبقى ماسك فيها. وبعدين انا ما طحنتش الشوفان، انا سايباه شوفان سليم، بحيث ان وانتي بتاكلي البسكوته انتي بتندغي في الشوفان، يعني انتي في حاجه بتندغي فيها. ده كمان يدي شبع اكتر، هيبقى حلو قوي. عايزه اقولك ده مع كوبايه الشاي الصبح تاخديلك بس بسكوته واحده، بامانه بسكوته واحده بيبقى تحفه مع كوبايه الشاي، وبتحسي ان انت شبعتي من بسكوته واحده. ما بالك انت بقى في السوبر ماركت بتشتري باكو بسكوت وبتاكليه كله مع كوبايه الشاي وبتحسي ان انت لا انت جعانه. ده عشان احنا حاطين له شوفان. عايزه اقول لكم بجد بجد بيفرق، بتحسي ان انت لا شبعتي مع الندخه بتاعت الشوفان، انت شبعتي مع كوبايه شاي زي الفل. تمام، اتبقى بقى شويه عجينه تاني، قلت خلاص اعمل بقى شويه بالشوكولاته عشان اللي حابب بالشوكولاته. تمام، حطيت بقى شويه كاكاو خام، انا عندي كاكاو خام من غير سكر فحطيت شويه، وعشان اعدل العجينه ما تبقاش ناشفه مني حطيت لها معلقتين زيت عشان ترجع تبقى طريه تاني زي ما كانت، لان طبعا الكاكاو خلاها جمدت شويه. حطيت معلقتين زيت ورحت ايه مظبطه العجينه تاني، بقى قوامها ناعم في ايديا وزي الفل مش ناشفه. تمام، ورحت برضو فرداها وجواها الشوفان زي ما هي، يعني حتى في الفيديو وريتك في الفيديو الشوفان جوه البسكوته ازاي، اللي هي بالكاكاو الشوفان باين جواها. ورحت فرداها تاني على الكيس ورحت مقطعاها ورحت احطها على ورق الزبده. عايزه اقول لكم بيبقى تحفه. اهم حاجه ما تنسوش تعملوها بالخله، تخرموها كده بالخله وتدخلوها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة مثلا 160 170. ما بيقعدش كتير في الفرن، انا عايزاكم تخلي بالكم منه، لان هو بسكوت ما بياخدش 10 دقايق في الفرن وبيبقى اتعمل. عايزه اقول لكم ده اسرع بسكوت هتجربوه في حياتكم وهتدمنوه، يعني ولا بيخمر ولا بيستوي في وقت كبير ولا بياخد وقت اصلا في تحضيره. هو الموضوع كله ما بيكملش معاكم مفيش نص ساعة بتبقى عملتي كيلو البسكوت وبيبقى تحفة. اهم حاجة تبصوا على الفرن عشان هو ما بيكملش 10 دقايق في الفرن وبيبقى استوى. وبعدين هو اهم حاجة يبقى السوا من تحت هادي، يبقى شكله حلو والسوا هادي من تحت، وتطفي عليه ده وتطلعيه من الفرن، تسيبيه بس على البوتاجاز دقيقتين على ما تسوي الباقي، هتبص تلاقيه خلاص هو قرمش وبرد وبقى تحفه. عايزه اقول لكم ناعم جدا ومقرمش وطعمه حلو قوي، فيا رب تجربوه يعجبكم وتكتبوا لي ان هو عجبكم. بس جربوا الفيديو وقولوا لي، بس امشوا على الوصفات، امشوا على الطريقه بالظبط. واهم حاجه تشوفوا نوع دي يكون كويس، يكون بتاع حلويات بتاع او متعدد الاستخدامات، علشان يبقى حلو، ما
بياخد سوائل كتير، فتضطر ان انت تحطي زيت كتير او تحطي ميه كتير. تبقى الدقيق كويس، ما ينكرش كمان الزيت بتاعه. تمام. فيا رب تجربوا الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة وفي البسكوت. هيعجبكم قوي قوي قوي. وبعدين الناس اللي حابة ان هي تحط سمنة بدل الزيت، تمام مفيش مشكلة. الناس اللي عايزة تحط سمنة وزيت برضو تمام مفيش مشكلة. يعني دي حاجة ترجع لكم انتوا والأذواقكم انتوا. وبرضو السكر دي حاجة ترجع لكم انتوا، عايزين تحطوا كوباية تمام، عايزين تحطوا كوباية ونص ماشي، عايزين تحطوا اكتر ماشي، بس هو الاحلى ما يزيدش عن كوباية ونص عشان ما يبقاش مسكر قوي. يعني برضو الحاجة لما توقف معقول بتبقى كويسة. واللي مش حابب الشوفان ممكن يشيله. اللي حابب يحطه مطحون شوية مجروش شوية مفيش مشكلة. يعني انت مش حابب ان هو يبقى صاحي في البسكوت، خلاص ممكن تديله طحنة بسيطة خالص وتحطيه. لو انت بتحبي الشوفان موجود جوه البسكوتة صاحي، هتسيبيه زي ما انا عملته كده بيبقى خطير. بس وتحطوه جوه العجينة بحيث ان هو ما يقعش، لان لما يستوي هيبقى فيه شوية يعني لو انت حطيت على الوش بس، هيبقى الشوية اللي من تحت على الوش دول اللي مسكوا في البسكوتة. لكن لو في حاجة تاني فوق شوية الشوفان دول هيقعوا، لان هو مش ماسكين في العجينة. فعشان ما تهدريش في الشوفان ويترمي خسارة، فالأحسن ان هو يبقى ايه جوه العجينة كمان أحسن. بصوا انا هنا بصوا بلم العجينة، مش بعجنها، انا بلمها بصوابعي مش بعجنها. فيا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون مطولتش عليكم تزهقوا مني. ولو عايزين اي وصفة قولوا لي عليها في التعليقات، وان شاء الله نجربها مع بعض. وباي باي يا حبايبي.